نخش اهو يا باشا، ده انا متحمس والفرق كسبانه، الزمالك صعد والارسنال كسب والريال كسب واتصدر والدنيا رايقه، والسيتي خسر اهم حاجه ان السيتي خسر. الدوري الانجليزي يعني مش مهم يابا، السيتي خسر يعني دوري لا هزيمه راح وهيفضل باسم المدفعجيه على الاقل السنه دي. يلا بينا يا باشا، ما تدوس كده تصوير ويلا بينا. يلا يا باشا ماشي. مشجعين الكرة في كل مكان، احلى مسا عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من هندسه التحليل. وتعالوا لي بقى في اسبوع كروي دسم جدا وفرقي كلها كسبانه جوه مصر وبره مصر، وعندنا كلام نقوله بعد ما فرقي صلحتني بقى اللي حصل الاسبوع اللي فات. فالارسنال خد بورنموث غسيل ومكوى، والسيتي خسر من وولفز، واهم حاجه ان السيتي خسر من وولفز عشان دوري لا هزيمه يفضل باسم المدفعجيه. وليفربول وتوتنهام اللي قدموا لنا وجبه كرويه دسمه جدا، بس للاسف اداء تحكيمي مش على مستوى الحدث، وانتهت في الاخر بفوز توتنهام بهدف متيب في نفسه بعد ما الحام عملها الريدز وهم 9. واكيد هنبص على الدوري السعودي اللي بقى دوري ممتع جدا. عارفين ليه؟ عشان في تنافسيه شديده جدا، واي فرقه ممكن تكسب اي فرقه بدون اي توقعات، ما تعرفش تتوقع نتيجه اي ماتش. الفرق الكبيره ممكن تخسر من الفرق الصغيره زي الدوري الانجليزي، وده بسبب اللي بيحصل بقاله كذا سنه. اللي فرق بس ان بقى الدوري فيه نجوم عالميه مشهوره، لكن الناس دي عندها محترفين من اسيا وامريكا اللاتينيه من زمان، انا كنت عايش هناك وعارف. واكيد هنتكلم عن الليجا وعوده الميرينجي للصداره بعد فوز على لاس بالماس وفوز على جيرونا، اللي واضح ان هو فريق حلو، وعارفين ان هو تبع شركه مان سيتي، وواضح ان هو هيبقى فريق بينافس بس قدامه كتير. يا بابا لما تيجي تلعب مع الريال اعرف مكانك، ريح ظهرك كده وما تجيش هنا تاني. سامحنا يا رب، سامحنا يا رب على الكذب اللي عدت بستر ربنا، والله. وبرشلونه اللي ضيع الصداره بعد تعادل مع فوز لاشبيليا، وبصراحه حرام يا راموس بعد الماتش العالمي ده تحط هدف في نفسك، معلش يا كابيتانو هي الكوره كده. عندنا كلام كتير بعد سبت ممتاز جدا، فكفايه رغي لحد كده ويلا بينا نخش في المعمعه. والمره دي هنبدا من الدوري الانجليزي، لان في احداث كتير حصلت وفي كلام مهم لازم يتقال. والسبت الممتاز بدا بمباراه برايتون واستون فيلا اللي انتهت بفوز استون فيلا 6-1، وكانت مباراه ممتعه جدا من استون فيلا، وكانت ماشيه معاهم على الاخر، تقريبا كل الفرص دخلت اهداف، وكان اوف داي لكل فريق برايتون تقريبا. ففريق برايتون فجاه بقى خسران 3-0 بعد 25 دقيقه، واستوبانيان حط هدف في نفسه مع انهيار في منظومه خط النص في برايتون. الفرقه زي ما تكون شبح في الملعب، وتحس كده ان اوناي امري كان مذاكر ديزيربي كويس وعارف يلعبه صح ازاي، فساب له الاستحواذ وقفل دفاعاته وضيق المساحات على لعيبه برايتون، وبقى بيلعب على التحولات والهجمات المرتده. وقدروا يسجلوا 6 اهداف مع تالق اولي واتكنز اللي حط هاتريك في الماتش ده، وهنشوف ديزيربي هيلملم فرقته ازاي، خصوصا وهو عنده ليفربول الماتش الجاي. اما مباراه مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس اللي انتهت بفوز كريستال بالاس 1-0 بهدف ولا احلى من يواكيم اندرسون، والله كان في سيطره واستحواذ من مانشستر وهجمات خطيره على استحياء كده طول الماتش، بس في انهيار في المنظومه كلها زي ما قلنا، ومحتاجه حل سريع من تنهاج، وهنشوف هيعمل ايه في خلال الموسم. تعال لي بقى لمباراه مانشستر سيتي والولفز اللي خلصت بفوز الولفز 2-1، وفوز مستحق جدا للولفز بصراحه. صحيح المباراه في شوطها الاول كان فيها استحواذ تام لمان سيتي وتضييع فرص بالجمله مع دفاع مستميت من وولفز، وعرفوا يحطوا جون عكس سير المباراه تماما، بس في الشوط الثاني يا باشا حصل انهيار لمنظومه السيتي بصراحه. يعني نفسي اقول ان الغيابات والاصابات مأثره، بس استحي والله استحي، هو رودري بس اللي مأثر في المنظومه دي. رودري لما بيغيب عن المان سيتي بنحس بتأثر كبير جدا في نص الملعب، خصوصا في المرحله الدفاعيه. صحيح الفاريز حط جون ولا احلى من على حدود المنطقه من كره ثابته، الا ان في حاجه ناقصه، في ترس مش موجود، مش شغاله يا مولانا، مش شغاله. رودري مش موجود بتبقى مش شغاله. وقدر الولفز بقياده نيتو انه يسجل هدف الفوز بعد هجمه مرتده خطيره بسبب انهيار خط النص في السيتي، وبعدها دفاع صلب ومستميت بوجود دوسن وكيلمان، وبوجود الحارس خوسيه اللي شال كتير قوي الماتش ده. اما نيتو فعجبني قوي الصراحه، لعيب مهاري وسريع وكورته حلوه والكره تحت رجله ممتعه كده. واهم حاجه زي ما قلت لكم ان السيتي خسر ماتش، حتى لو كسب الدوري في الاخر
صحيح هزعل بس عادي مش مشكله، المهم الدوري لا هزيمه محدش يحققه غيرنا. نيجي بقى لمباراه نيوكاسل مع بيرني اللي انتهت بفوز نيوكاسل 2-0، وشهيه نيوكاسل للفوز مفتوحه جدا بعد الفوز على شيفيلد يونايتد 8 والفوز على مان سيتي في الكاس. فزي ما بيقولوا كده المكسب بيجيب مكسب، وهنشوف ايدي هاو هيقدر يستثمر المكسب ده ازاي، وهل هيقدر يرجع بالماكبايز للتوب فور ولا لا. وصلنا لفرقتي ومباراه ارسنال وبورنموث اللي انتهت بفوز الارسنال 4-0، وكان في سيطره وكانت مباراه من جانب واحد لصالح الارسنال بدون اي خطوره على ديفيد رايا. ديفيد رايا يا سلام على ديفيد رايا وجمال ديفيد رايا، عاجبني قوي الصراحه، راكز وراسي وواثق من نفسه. كفايه وقفته على الكوره كده في نص منطقه قدام منطقه الجزاء والناس حواليه ومحدش عارف يقرب منه، وحط الكوره تحت رجله ووريني هتعمل ايه. بصراحه ابجريد هايل في حراسه المرمى، بيشيل، بيقف على الكوره، بيلعب سروهات، بيلعب باصات قريبه وبعيده جامده. بصراحه حارس ممتاز. ده غير تألق خط الدفاع بقياده جابرييل ماجالايش وصليبا. صليبا الصراحه يا جماعه بقى في فورمه رائعه رائعه، الراجل ده بيتطور يوم عن يوم. اما في خط النص فاوديجارد، يا سلام على اوديجارد يا جماعه، الكره تحت رجله ممتعه، بلسم كده بيتحرك تتبسط والكره تحت رجله. بصراحه فريق ارسنال كسب المباراه بكل سهوله قدام فريق بورنموث اللي اصلا بيدافع كويس وبيعمل هجمات مرتده خطيره. ايوه كده سينيور ارتيتا، شابوه كده، نرفع لك القبعه، عايزين الاداء ده طول الموسم. اما كاي هافرتز فاتمنى انه يحوق فيه ويطمر فيه ضربه الجزاء اللي سابوها له، والحمد لله ان هو سجلها، وتبقى بدايه جديده ليك ونشوف منك اي اماره، اي حاجه على الفلوس اللي اتدفعت، اي حاجه يعني، اي حاجه، باص، ثرو، اسيست، جون، شغل حالك كده يا باشا واعمل بلقمتك. واتمنى من ارتيتا ان الاداء يثبت على كده لاخر الموسم ويفضل الفريق بينافس لاخر نفس، حتى لو ما كسبناش الدوري في الاخر، بس انا ان شاء الله متفائل ان شاء الله السنه دي الدوري هيبقى معانا. اما نهايه مباريات السبت الممتاز جدا جدا ده فكانت مباراه توتنهام مع ليفربول اللي انتهت بفوز توتنهام 2-1 في فوز غير مستحق واخطاء تحكيميه بالجمله و11 كارت اصفر وكارتين حمر. اول حاجه لازم نتكلم عليها هي التحكيم. بصراحه الحكم كان وحش جدا، يعني الهدف اللي اتلغى للويس ده، الجون ده مستحيل يبقى اوفسايد، ومعرفش الفار ازاي ما رسمش الخطوط وعمل كده ليه. هو مش مقتنع يا عم انت ايه اللي مش مقتنع؟ انت فاكره بيحكم في الدوري المصري يابا؟ قال لك مش مقتنع، ينفع ده؟ بيقول لك مش مقتنع، قال لك اصل تلتينها على الخط وتلتها جوه وانا مش مرتاح لها. يا عم خلينا في اللي احنا فيه يا عم هشام، ما تدخلناش في الدوري المصري، الله يبارك لك، الله يبارك لك. لا مؤاخذه يا جماعه، احنا اسفين. زي ما قلنا هدف ديفيد لويس ده اكيد مش اوفسايد، الكرة باينه ان هي مش اوفسايد بالعين المجرده، معرفش الفار ما رسمش الخطوط ليه وعملوا كده ازاي. تاني حاجه الانذار الاول لجوتا ده مش انذار، ما تستاهلش الكرة انه تديله الكارت الاصفر وهو لسه متغير ونازل. فبالتالي لما جيت اديته الانذار على كرة مستحقه في الكارت الاحمر، بقى الكارت الاحمر ده غير مستحق كتير قوي كده. بصراحه الحكم مستواه كان غير لائق وعلى مش مستوى الحدث. بس قبل الطرد الاول لكيرتس جونز اللي كان كارد مستحق، كان في ماتش سجال ما بين الفرقتين وكان في سيطره الى حد ما للريدز وهجمات خطيره جدا. حتى بعد الطرد كان في هجمات مرتده خطيره جدا، وفيهم طبعا الهدف الملغي اللي اتكلمنا عليه. الا ان بعد الكارت الثاني كان في سيطره تامه للهوت سبيرز وحاولوا بكل الطرق، بس يا جماعه اليسون حارس مرمى عظيم، شال كور مستحيل ان هي تتشال. بصراحه كان اداء رائع، وفي الاخر ماتب حط جون في نفسه، وخساره غير مستحقه تماما للريدز. ومعلش يا جماعه هي الكوره كده. بس في حاجه انا نفسي اقولها الصراحه، ليفربول يعني محمد صلاح بيبقى فايق بيعمل كل حاجه، اسيستات، اجوان، تغطيه دفاعيه. بصراحه انا مش عارف بعد ما الملك يعتزل هنعمل ايه بعديه. اما مباراه تشيلسي وفولهام فزمانها بتتلعب دلوقتي، والصراحه مش هتفرق كتير، فحتى لو كسبتوا فولهام هتبقوا في المركز ال11 تحت مانشستر يونايتد. بصراحه انا حاسس بيكم، انا حاسس جدا بمشجعين تشيلسي، انا راجل بشجع الزمالك وارسنال فعارف يعني ايه فريق بيعاني. وده ترتيب الجدول بعد الجوله السابعه: مانشستر سيتي، توتنهام، ارسنال، ليفربول، استون فيلا، برايتون. وزي ما احنا شايفين فرق النقط قريب جدا، وهنشوف مين هيفيص قبل اخر الدوري. ولو لسه مستحمل صياحي لحد هنا فانا بشكرك من كل قلبي، وافكرك تعمل لايك واشتراك في القناه، وتعالى لي نركب طيارتنا ونسيب اراضي المملكه المتحده ونروح اراضي المملكه العربيه السعوديه ونشوف دوري روشن السعودي اللي قلب دوري انجليزي من كتر المنافسه الشرسه من كل الفرق، وبقى صعب قوي تتوقع نتيجه اي ماتش.
ونبدا بمباراه النصر والطائي اللي انتهت. ونبدا بمباراه النصر والطائي اللي انتهت بفوز النصر 2-1. وقلت لكم النصر بيتسحب وابتدى يمسك فورمه وهينافس على الصداره حبه حبه. الحقيقه النصر عملوا ماتش جامد جدا، والطائي فرقه محترمه وحاولت تجاري النصر وسجلوا هدف التعادل. بس الصراحه في النصر الدون كريستيانو رونالدو بيطلع نار من بقه، اسيستات ماشي، اجوان ماشي، كور في العارضه ما يضرش، ده غير تاليسكا وما ادراك ما تاليسكا. الصراحه لعيب حلو وكورته ممتعه، والنصر في النهايه قدر ان هو يفوز ويولع الصراع على الصداره اكتر ما هو مشتعل. نيجي بقى لمباراه الاتحاد والفيحاء اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 بعد مباراه شهدت استحواذ وسيطره من الاتحاد ودفاع مستميت جدا من الفيحاء، وقدر انه يكسب نقطه غاليه قوي من متصدر الدوري ويضيع الصداره على الاتحاد. بس في الحقيقه انا شايف ان اللي عمله نونو سانتو والتغييرات اللي عملها في التشكيله، بالذات انه لعب رومارينيو مهاجم صريح، قلل من ادائه كتير. ولازم نونو سانتو يبطل فزلكه، لان فقد النقاط في اول الدوري كده هيضيع عليه المنافسه من بدري. وصلنا لمباراه التعاون والحزم اللي انتهت بفوز التعاون 3-1. وزي ما قلنا فريق التعاون فرقه حلوه جدا، فعرف ان هو يسيطر ويستحوذ، حتى وصل لاستحواذ 66% وعرف يحط 3 اهداف. بس زي ما قلنا عندهم مشاكل دفاعيه كبيره جدا، فالحزم عرف يعمل هجمات مرتده خطيره جدا جدا وما قدرش يسجل منها غير هدف واحد. فلازم التعاون لو عايز ينافس في وسط المدعكه دي يعرف ازاي يدافع لما يفقد الكرة ويفسد الهجمات قبل ما تبقى هجمات خطيرة عليه عشان يعرف يفضل في التوب فور. تعال لي بقى لمباراة الهلال مع الشباب اللي انتهت بفوز الهلال 2-0 مع الرأفة في مباراة شهدت سيطرة تامة. صحيح الاستحواذ كان متقارب، بس الاكس جي للهلال وصل ل4، فاهداف ضائعة بالجملة وضربة جزاء اهدرها نيمار. بس الحقيقة نيمار عمل ماتش احسن من اللي فات وابتدى يورينا شوية من نيمار اللي احنا نعرفه. وفي النهاية الهلال قدر يكسب ويعود للصدارة، وزي ما قلنا هيفضل ينافس على اللقب لآخر الموسم. أما ختام الجولة الثامنة فكانت مباراة الأهلي مع الاتفاق اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وكانت مباراة سجال بين الطرفين، فكان ممكن أي فريق يخطف الفوز. صحيح الأهلي شاط كور كتير جدا على المرمى، بس 3 منهم بس اللي بين ال3 خشبات، فكان ممكن أي فريق يخطف الفوز. وزي ما قلنا المباراة كانت متكافئة بين الفريقين. صحيح الأهلي مدجج بالنجوم، بس لسه التوليفة بتاعته ما ظبطتش في اللعب، وهنشوف مين فيهم نفسه طويل فهيفضل منافس لآخر الدوري. وده ترتيب الجدول بعد الجولة الثامنة: الهلال، الاتحاد، التعاون، النصر، الاتفاق، الأهلي. طبعا باين من فرق النقاط قد ايه المنافسة مشتعلة، فالفرق ما بين السادس والأول 4 نقط بس. ده مش دوري عربي يا جماعة، ده دوري حاجة أوروبية على الآخر. واضح ان المنافسه لسه هتشد اكتر من كده، واحنا هنستمتع بالدوري ده اكتر من كده. نركب طيارتنا ونسيب المملكه العربيه السعوديه ونهبط في اسبانيا ونشوف جولتين من الليجا شقلبوا الوضع خالص ازاي. فلو رحنا لبرشلونه اللي بدأ الجوله السابعه بمباراه مايوركا اللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2، ونعرف نحط عنوان عريض كده للمباراه دي: اصحى لا يغفلونا. لان الصراحه سيطره واستحواذ واحراز هدفين من برشلونه، وكان الواضح ان الماتش هيروح لناحيتهم من غير اي نقاش. بس فجأة يتغفلوا في جونين زي دول. الجون الاول غلطة ساذجة جدا من تريشتيجن، والجون الثاني في 3 لمسات من حارس المرمى بتخش في الهدف. اما مباراة الجولة الثامنة امام اشبيليا اللي انتهت بفوز برشلونة 1-0 بهدف راموس في مرماه، اللي الصراحة فوز غير مستحق خالص، لان المباراة كانت متكافئة جدا بين الفريقين. حتى نسب الاستحواذ كانت لاشبيليا 60-40، والاكس جي بتاع اشبيليا كان 2.34، والاكس جي بتاع برشلونة 1.1. فده معناه ان هجمات اشبيليا كانت خطيره جدا، بس في الاخر راموس بيحط هدف في مرماه بعد ماتش عالي جدا عمله. ومعلش هي دي الكوره يا كابيتانو، يوم ليك ويوم عليك. نسيب فريق البلو جرانا ونروح للميرينجي اللي بدأ الجوله السابعه بمباراه لاس بالماس وانتهت بفوز الريال 2-0 في مباراه كانت سهله جدا، بس لسه مشاكل الريال زي ما هي، النواقص بقت ملحوظه جدا، ودينا بنتعكز على الفرقه لغايه ما نشوف اخرتها. اما الجوله الثامنه فكانت قدام فريق جيرونا اللي انتهت بفوز الريال 3-0، وواضح ان فريق جيرونا زي ما قلنا تبع شركه مان سيتي هيبقى منافس قوي السنين اللي جايه، لانه فريق منظم وبيعرف يستحوذ وبيعرف يسيطر على الكوره وبيعرف يخلق هجمات خطيره. بس الحمد لله جده انشيلوتي عرف يعمل التشكيله المظبوطه، وعرف ان هو يتعامل مع الماتش ويطلع بال3 نقط، خصوصا بعد عوده فيني من الاصابه.
ولعبوا بناتشو في خط الدفاع. وصراحه عايز اقول كلمتين لناتشو، في ايه يا عم؟ ايه النرفزه الزياده دي؟ احنا ناقصين غيابات، ما كفايه الاصابات، هتبقى انت والاصابات علينا. المهم ان الريال ساب الكوره والاستحواذ لجيرونا وكان بيلعب على الهجمه المرتده، وهي الطلعه يا باشا، بنقطع الطلعه نجيب الجون ونرجع تاني. برضه الملكي ليه هبه كده في الملعب، مش اي فريق لسه بيشم نفسه ويعرف يكسبنا. ريح ظهرك يا بابا، احنا ملوك اللعبه، ووسع كده عشان المرنجي رجع تاني للصداره. ولو بصينا بصة على باقي فرق الدوري فهنلاقي ريال سوسيداد صحي بعد الكبوة اللي كانت من أول الموسم وقدر يكسب 3 ماتشات ورا بعض، فكسب ختافي وفالنسيا وأتلتيكو بالباو. أما أتلتيكو مدريد ففي الجولة السابعة قدروا إنه يكسب أوساسونا 2-0. أيوة كده يا عم سيميوني، هو ده سيميوني اللي أنا أعرفه، دافع حتى الموت. يا راجل إيه الأجلي فوتبول اللي أنت بتلعبها دي؟ تلعب 90 دقيقة تشوط على جون الخصم 5 كور، 3 بين ال3 خشبات، 2 منهم اجوان؟ ايه ده؟ واوساسونا يا عيني استحواذ وتضييع فرص امام دفاع صلب جدا وتقفيل وتضييق مساحات من سيميوني حتى السماله. اما في الجوله الثامنه ومباراه اتلتيكو مدريد مع قادش اللي انتهت بفوز اتلتيكو 3-2، وكانت مباراه ممتعه جدا وسريعه جدا. فبعد ما كان متاخر 2-0 فريق اتلتيكو عرف انه يعمل ريمونتادا ويضيع فرص، وكان ممكن يحقق مكسب اكبر من كده. ما انت حلو اهو يا عم سيميوني، وبتعرف تلعب سكسي فوتبول وتهاجم وتعمل استحواذ وتخلق فرص وكده، امال عرفنا بدفاعاتك ليه يا عم؟ انا من رايي تفضل تلعب بالطريقه دي، خصوصا ان عندك ماتش مؤجل ولو كسبته هترجع تاني للمنافسه على اللقب. وده ترتيب الجدول بعد الجوله الثامنه: ريال مدريد، برشلونه، جيرونا، اتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد، اتلتيكو بالباو. ولسه اتلتيكو مدريد عنده ماتش مؤجل زي ما قلنا، وواضح ان الصراع على اللقب هيفضل مستمر، وهيفضل الريال والبارسا يلعبوا الكراسي الموسيقيه على الصداره لاخر الموسم. لو لسه بتتفرج عليا لحد هنا فانا بحييك من كل قلبي على الانجاز ده، وما دام استحملتني لحد هنا ما تنساش بقى تعمل لايك، سبسكرايب، شير للحلقه لو عجبتك، ظبطني يعني يا هندسه. وبكده ابقى خلصت كلامي، بس كلامنا سوا لسه ما خلصش. كنت معاكم محمد الجوهري وهندسه التحليل، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.